السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعض حلا دوار الشمس أو حلا الزبادي، اسمين لنوع حلا واحد. حلا سهل وبسيط، مكوناته متوفرة بكل بيت، وبنفس الوقت طريقة تقديمه تحفة وطعمه تحفة، ولا أروع من هيك. بدي أقسم حبة من النص، خليكم تشوفوا الطبقات كيف شكلها من جوا. شكلها كتير حلو. نبدأ بسم الله. هذا الحلا بتكون من 3 طبقات. أول طبقة حتكون عبارة عن 250 جرام من البسكوت مع 100 جرام زبدة مدوبة، وبدي اخد من علبة القشطة معلقة واحدة بس، وباقي العلبة حتكون للطبقة الثانية. الطبقة الثانية حتكون عبارة عن 2 كوب لبن زبادي، كوب حليب بودرة، ربع كوب حليب مكثف محلى. ما بدكيش حليب مكثف محلى بتضيفي نص كوب سكر، ومعاهم تكملة علبة القشطة زي ما حكيت. الطبقة الثالثة حتكون عبارة عن 2 كوب مية مع نص معلقة صغيرة نسكافيه مع باكيتين كريم كراميل. هيك بكون حلا زبادي. إذا بدنا نضيف حبات الأوريو بده يكون حلا دوار الشمس، بس هذا هو الفرق. بداية بدي أطحن البسكوت، بدي أهرسه على دفعات. بضيف له الزبدة وبضيف من علبة القشطة وبهرسهم هيك تمام. لأنه بدي أعمله حلا دوار الشمس بدي صينية كب كيك مع ورق الكب كيك، وبدي أرتب بسكوت كطبقة أولى. بدي أحاول أرتبه كتير منيح، أرصه، أضغط عليه وعلى الجوانب، يعني أرتبه. لو بدك تعمليه بايركس بتفرديه كطبقة واحدة بس، لأن الطبقة الثانية حتكون بالخلاط الزبادي مع الحليب المكثف المحلى مع الحليب البودرة. أنا في قناتي عاملة الحليب المكثف المحلى، هحط لكم رابط الفيديو في مربع الوصف إن شاء الله. بدي أضيف القشطة وأضربهم بالخلاط تمام. هيك بدي أصب الطبقة الثانية فوق البسكوت وأدخلها الفرن على درجة حرارة 150 على الشواية، بس ما تتحمرش، بس تجف جف. انتبهوا لهذه النقطة. خلاله ما هو بالفرن بدي أرفع الكريمة اللي في النص الموجودة في حبات الأوريو، ما بديش إياها. تمام هيك جهزت وهي ساخنة. طلعتها من الفرن أخذت 5 دقايق بس، جف الوجه بس يدوب. برتب حبات الأوريو وبدي أعمل الطبقة الثالثة، عبارة عن المية وباكيتات الكريم كراميل، بس الباكيتات الكريم كراميل بدون صوص الكراميل. وبدي أضيف النسكافيه وأحركهم. بعد ما يغلي بطفي النار وبتركه شوية يهدى. بحاول أضل أحركه عشان يهدى وتخف سخونته. بحرك فيه قبل ما أصبه، بدي أكون حريصة في الصب شوية شوية. بصبه تمام بالشكل هذا، وبتركها تبرد وادخلها الثلاجة. وبعد هيك برفع عنها ورق الكب وبقدمها. وزي ما حكيت لكم الفرق عبارة عن حبات الأوريو وإنه بورق الكب كيك. ممكن تعملوها ببايركس بكل بساطة وسهولة. وهيك عملت معاكم أسهل حلا زبادي. يا ريت تشيروا عندكم الفيديو حتى يشوفوا أكبر عدد من أصدقائكم. وشكرا لمتابعتكم، حياكم الله.